كل عمارة قديمة في شقة مقفولة، بس الشقة دي مش عادية. كل اللي داخلها ما خرجش، وأكتر حاجة بتخوف إن الباب عمره واتكسر، بس برضه محدش خرج. في حي السيدة زينب فيها عمارة قديمة ساكنيها قليلين. الدور الرابع فيه شقة رقم 41 مقفولة بقالها 22 سنة. بس الغريب إن كل 3 سنين بيجي ساكن جديد وبيختفي بعد أقل من أسبوع. الجار العجوز الحاج محفوظ بيقول: أنا شفت بعيني 3 شباب دخلوا الشقة، وبعد تاني يوم لقينا الباب مقفول بمفتاح من جوه، ومن ساعتها لا صوت ولا ريحة ولا أثر. آسر شاب جريء بيحب التحدي، سمع عن الشقة في تجمع شبابي، قال لهم: أنا هدخل الشقة بنفسي وهصور كل حاجة. استأجرها لمدة أسبوع وفعلا استلم المفتاح. أول يوم عادي، الشقة فيها ريحة تراب لكنها نظيفة، بس في حيطة عليها كتابة خفيفة كأنها اتكتبت بمية. قرب منها وقرأ: رجعني قبل ما يقفل الباب. آسر ركب كاميرات مراقبة عشان يوثق تجربته. أول ليلة الساعة 2:33 صباحاً الكاميرا سجلت صوت حد بيهمس: مين اللي دخل؟ تاني ليلة لقى الكاميرات كلها فصلت، بس لقطة منهم حفظت مشهد آسر واقف قدام المراية، بس الانعكاس بتاعه بيضحك وهو ساكت. تاني يوم الساعة 3:05 فجراً آسر بعت فويس لصاحبه وقال: أنا مش لوحدي، أنا حاسس إن في حد بيتنفس جنبي، بس مفيش حد في الشقة. من بعدها صوته اختفى، ولما صاحبه راح له الشقة الباب مقفول، بس المفتاح على الأرض قدامه. الشرطة فتحت الباب، الشقة فاضية، مفيش كاميرات، مفيش موبايل، مفيش أي أثر. بس على الحيطة نفس الجملة كانت مكتوبة تاني، بس المرة دي الجملة زادت كلمة: رجعني قبل ما يقفل الباب تاني.